دولة إسلامية بمعنى الدولة إلا في عام 788 للميلاد 171 للهجرة، عندما تأسست دولة الأدارسة على يد إدريس بن عبد الله الملقب بإدريس الأول من موقعة فخ بالقرب من مكة المكرمة عام 786 للميلاد. كان ميلاد الأدارسة حيث جرت المعركة بين الجيش العباسي في مواجهة ثوار من العلويين بزعامة الحسين بن علي العابد، الذي كان معه من أبناء عمومته إدريس بن عبد الله بن الحسن، الذي نجا من المعركة رغم خسارتها ومقتل العابد. وخوفا من بطش العباسيين فر إدريس مع خادمه أمازيغي الأصل وكان اسمه راشد، وظلا متخفيين حتى بلغا مصر، في وقت كانت عيون العباسيين تلاحقهما لأن إدريس كان مطلوبا حيا أو ميتا. ما حدا بإدريس الخروج من مصر بناء على نصيحة خادمه راشد إلى المغرب. وبحسب مصادر فإن عامل البريد من أعان إدريس على الخروج من مصر، بينما تذهب مصادر أخرى إلى أن والي مصر علي بن سليمان الهاشمي من أمن هربه. وبعد رحلة شاقة وصل إدريس بن عبد الله إلى برقة وهو متخف في زي خشن يظهر فيه بمظهر غلام يخدم سيده راشد، فبات الخادم سيدا والسيد خادما، ثم سلكا طريقا بعيدا عن طريق إفريقية إمعانا في التخفي بعيدا عن عيون الدولة العباسية، حتى وصلا إلى تلمسان وبعدها بلاد السوس الأدنى ومن ثم طنجة، وأخيرا استقرا في مدينة وليلي بالقرب من مدينة مكناس. فما كان من الخادم رشيد إلا أن تواصل مع زعيم قبيلة أمازيغية هو إسحاق بن محمد بن عبد الحميد، زعيم قبيلة أوربة صاحبة النفوذ والسيطرة في وليلي، بهدف إكرام وفادة سيده. فلما اطمأن إليه إدريس عرفه بنسبه وأعلمه بسبب فراره من موطنه، فرحب إسحاق به وأنزله معه داره، وتولى القيام بشأنه شهورا عدة قبل أن يجمعه بإخوته وزعماء قبيلة أوربة الذين أعجبوا بعمله وحديثه وعلموا نسبه لآل البيت، فبايعوه بالخلافة في 14 من رمضان عام 172 للهجرة، أي في 15 من فبراير عام 788 للميلاد، ليخلع إسحاق بن عبد الحميد طاعة بني العباس بعد أن كان من ولاتهم، ويتنازل لإدريس الذي لم ينتظر كثيرا قبل أن يبدأ بدعوة القبائل المحيطة التي دخلت تحت حكمه واعترفت بسلطانه، وبات أميرا عليها. ولما استقرت الأمور لإدريس بن عبد الله بات هدفه نشر الإسلام بين القبائل التي لا تزال على المجوسية أو اليهودية أو المسيحية، فأعد جيشا كبيرا زحف به نحو مدينة شالة قبالة مدينة الرباط فاستولى عليها، ثم سار جيشه إلى بلاد تامسنا وإقليم طاولة فأخضع كل أراضيها. وطالت حملات إدريس حتى القبائل التي كانت متحصنة بالجبال، ما أمن له فيما بعد الاستيلاء على سبتة وتلمسان وبناء مسجدها. حينها فزع الخليفة العباسي هارون الرشيد من نجاح إدريس بما فشل به هو وأبناء عمومته في أراضي الشرق من الخلافة العباسية، جراء دعم قبائل الأمازيغ له على غير ما كان يتوقعه العباسيون. ومع ورود الأنباء عن عزم إدريس بن عبد الله غزو تونس، جهز هارون الرشيد جيشا جرارا للزحف صوبه وردعه، إلا أن الرشيد وقع في محاذير وصعاب عدة، بينها التكلفة الهائلة لزحف الجيش من بغداد إلى المغرب حينها، وعدم قدرته الاعتماد على جيشه في تونس
الذي كان هشاً. وتتضارب الروايات التاريخية حول نهاية إدريس بن عبد الله. ففي وقت تقول مصادر إن هارون الرشيد أرسل رجلاً من أتباعه إليه واغتاله بالعطر المسموم. تقول مصادر أخرى إن إدريس الأول توفي بشكل طبيعي في عام 793 للميلاد، ما جعل الخليفة العباسي الرشيد يلغي أمره بإرسال جيشه. وبعد وفاة مؤسس الدولة إدريس بن عبد الله تولى الحكم مولاه راشد، وبات وصياً على ابنه إدريس الثاني الذي كان جنيناً في بطن أمه. وبعدها قتل راشد أيضاً في ظروف غامضة، ليتكفل بالطفل إدريس أحد شيوخ الأمازيغ ويدعى أبو خالد يزيد بن إلياس العبدي. ولما كبر إدريس استقل بالحكم بنفسه في سنة 192 للهجرة 808 للميلاد، ووصلت الدولة إلى قمتها في عهده. وحيث دخلت الدولة الإدريسية بعد وفاة إدريس الأول بطور الهيكلة والتنظيم، وهي حقبة تقترن بعهد إدريس الثاني الذي دعم الدولة الناشئة باستحداث عدد من البنيات والمؤسسات. ورغم أن الفضل ببناء مدينة فاس يعود لوالده، إلا أنه من طورها واتخذها عاصمة، كما أقر بعض النظم الإسلامية كالوزارة والكتابة والقضاء والإمامة، مع تجريد العاصمة الجديدة من تأثير العصبيات والطابع القبلي عبر فتح العاصمة أمام الوافدين من القيروان والأندلس. وجراء التركيب السكاني الجديد ازدهرت حضارة جديدة جعلت فاس حاضرة إشعاع ثقافي وعلمي وديني. ومع وفاة إدريس الثاني عام 828 ترك وراءه كثيرا من الأولاد الكبار والصغار، فتولى خلافته أكبر أبنائه محمد الذي اعتبر المملكة إرثا تركه والده ولا بد من توزيعه على الورثة. وبالتالي تحولت المملكة إلى ولايات عدة ترتبط بسلطة مركزية ضعيفة. يبقى اللافت أن أهالي المغرب الواقعين تحت حكم الولاة لم يفكروا حتى بالقيام بأي ثورة على أي من أمراء الأدارسة، وحافظوا على نوع من الاستقرار السياسي داخل الإمارات الإدريسية المنتشرة بأنحاء المغرب. فلم تسجل ثورات للسكان ولا معارضة للقبائل، ما يرجعه مؤرخون إلى التقديس الذي حظيت به الأسرة في أعين المغاربة، خاصة وأن الأسرة تنتسب إلى آل البيت علي بن محمد الذي سار بسيرة أبيه وجده، وكانت أيامه سلاما ورخاء. ولم يختلف الأمر في عهد يحيى بن محمد الذي كثرت بأيامه العمارة بفاس، وتوافد إليها المهاجرون من جميع جهات الغرب الإسلامي، ما دعا إلى توسيع المدينة والبناء في كل أرجائها، حيث تم في عهده بناء المسجدين الشهيرين جامع الأندلس وجامع القرويين. ومع وصول يحيى الثاني للحكم حدثت أزمة كبرى بسبب سوء سيرته، إلا أن هذا لم يمنع استمرار التعامل مع العائلة الإدريسية بنوع من التقديس. ورغم قيام ثورة أشعلها عبد الرحمن الجذامي استولى بعدها على عدة قرى، إلا أن الاستقرار السياسي ظل الطابع المميز لمناطق حكم الأدارسة، حتى بعد موت يحيى واستيلاء صهره علي بن عمر على فاس وتولي الإمارة لم يختلف الحال كثيرا. ومع وصول الدولة الإدريسية إلى حكم يحيى بن إدريس بن عمر قال فيه ابن خلدون بأنه كان أعلى بني إدريس ملكا. هذه بدأت الدولة الفاطمية بإفريقية في أواخر القرن الهجري الثالث أولى تحركاتها التوسعية كي تبسط سيطرتها على مجموع بلاد المغرب. وأخيراً جاء مصالة بن حبوس المكناسي
عامل الفاطميين على المغرب الأوسط على رأس جيش لمحاربة الأدارسة، وجرت بينه وبين يحيى معركة قرب مكناس انتهت بهزيمة الأمير الإدريسي الذي خضع بموجب اتفاق يقضي بأن يحتفظ بإمارته مقابل إعلانه الخضوع والتبعية للخليفة الفاطمي. هي حياة يحيى بمأساة، إذ سجن 20 سنة ثم مات جوعا وهو في طريقه إلى تونس. وبعدها نجح ابن العافية بالاستيلاء على ما كان بيد الأدارسة من أراضٍ في شمال المغرب. والواقع أن المأساة التي عاشها الأدارسة في تلك الآونة تعود إلى الصراع الكبير الذي نشب بين الخلافتين الفاطمية بإفريقية والأموية بالأندلس، وكان مسرح هذا الصراع بلاد المغرب وبخاصة المغرب الأقصى. وفي وقت كانت دولة الأدارسة تتعرض للضغوط والحروب تارة من جهة الفاطميين وطورا من جهة الأمويين، كان المغاربة تحت حكم الأدارسة يعانون شظف العيش وعدم الاستقرار والاضطهاد، إلا أن أي حراك كبير أو ثورة منسقة لم تقم من السكان ضد الأدارسة. وحتى نهاية حكم الأدارسة بعد حوالي 130 سنة من التأسيس، مع تقلب آخر حكام الأدارسة الحسن بن كنون حيناً في صف الأمويين وحيناً آخر بمعسكر الفاطميين، وأخيراً بعد لجوئه للأندلس اضطر للهرب مجدداً بعد خلاف مع الأمويين ليكون تحت حماية الفاطميين في مصر، حيث جهز من هناك جيشاً ليستعيد المغرب، إلا أنه قتل على الطريق في عملية اغتيال جعلت أيام الأدارسة بالمغرب تنتهي بموت الحسن بن كنون آخر ملوكهم. لكن نهاية الدولة لم تعني انتهاء ذكرهم بالمغرب، بل ظلوا موجودين من خلال عائلات بينهم بني عمر وبني داود وبني القاسم وبني عيسى وبني عبيد الله وبني سليمان.